أنا اللي أعرفه إن مجال السياحة هو أكتر حاجة بتتأثر لما يكون الدولة غير مستقرة. ده يعني بيتنافى مع الخبر اللي أنا لقيته، اللي في وزير السياحة السوري بيبحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق. بيبحثوا تعزيز التعاون الفني بين سوريا ومصر في القطاع السياحي، ويشمل بما يشمل ترميم الآثار وإدارة المتاحف وتأهيل المواقع التراثية. اشمعنى الحاجات ديت يعني؟ هما مش بيقولوا ان سوريا لسه مش جاهزة لاستقبال اللاجئين اللي هنا والضيوف والكلام ده؟ طب ما هو البلد اهي، في بلد في العالم بيبقى فيها سياحة وهي بلد مضطربة ولا فيها مشاكل؟ ولا وبعدين حكاية ان هم يبحثوا معانا احنا السياحة، طب ما يبحثوا عودة السوريين اللي بالملايين اللي هنا في مصر. ده باب اولى يبحثوا ازاي يمشوهم، وازاي يرجعوهم يستقبلهم في بلدهم تاني. بعد كده نبقى نبحث مع بعض ازاي هنتعاون ونعمل الحاجات دي. ولا هي لفة جديدة عشان ياخدوا تأشيرة سياحية بقى ويدخلوا مصر بعد ما اتلغت التأشيرة السياحية او بقت صعبة؟ يدخلوا تاني من الأول بقى، أو يقننوا بقى على الوضع السياحي زي ما هم كانوا قاعدين بقى، ويقعدوا 15 سنة على التأشيرة السياحية دي كمان.